السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. بجانب النوم والراحه والتغذيه السليمه، في مكملات بيستخدمها لاعب كمال الاجسام بشكل يومي عشان يكبر ويبقى شبه الوحش الكاسر. عشان كده حلقتنا النهارده عن المكملات اللي بيستخدمها لاعب كمال الاجسام. لاعب كمال الاجسام يا صديقي بيصحى يحضر فطاره او الوجبه الاولى زي ما بيقول، بعدها بيبدا ياخد مالتي فيتامين واوميجا 3، ودول فايدتهم ان هم بيمدوا الجسم بالعناصر اللازمه او الفيتامينات الناقصه بشكل يومي للجسم، عشان لاعب كمال الاجسام ما يحسش بالارهاق، وكمان عشان يدعم صحه القلب ويقلل من الكوليسترول الضار ده بالنسبه للاوميجا 3. بعدها بساعتين ممكن يبدا لاعب كمال الاجسام يتمرن عشان يكون هضم وجبته الاولى. قبل التمرين بقى بنص ساعه ممكن لاعب كمال الاجسام ياخد سكوب كرياتين، وتعالى اقول لك ايه فوائد الكرياتين قبل التمرين بنص ساعه او بعد التمرين حتى. الكرياتين بيحسن من الاستشفاء العضلي، بيمد الجسم بالطاقه، وكمان بيساعد في تخزين الميه جوه العضلات، وده بيؤدي الى زياده القوه البدنيه والقوه العضليه. في ناس بقى قبل التمرين بنص ساعه بتعمل خلطه مختلفه تماما تدي باور في التمرين، والخلطه دي سحريه جدا، ولو انت اقل من 18 سنه او كمان مبتدئ في اللعبه اوعى تاخد الخلطه السحريه دي. انا بكرر، ما ينفعش تاخد الخلطه السحريه دي لو انت مبتدئ في اللعبه. الخلطه دي بتبقى عباره عن 30 جرام كارب، سكوب كرياتين 5 جرام، سكوب ارجينين 5 جرام، وكمان ممكن 5 مللي جرام ملح، وهبقى اقول لكم بعدين ليه بتحطوا ملح على الخلطه دي. ملحوظه مهمه جدا، بعد المشروب السحري ده قول على طاقتك يا رحمن يا رحيم. بعد التمرين بقى بيخلص اللاعب تمرينه بشكل كامل وبيحط سكوب بروتين على 400 مللي جرام ميه. ليه طيب بيستخدم البروتين هنا؟ مبدئيا كده بروتين مهم جدا عشان يبني عضلاتك، لان هو اللي بيسرع من الاستشفاء العضلي، وكمان بيخلي عضلاتك تبنى بشكل اسرع، وبيعوض من الانسجه اللي حصل لها تلف اثناء التمرين. فاكر الملح اللي كنت بكلمك عليه في المشروب السحري ده؟ فايدته ان هو بيزود ضخ الدم في الجسم وبيعلي من تدفق الدم في الاوعيه الدمويه، فبالتالي هيزود من الطاقه بتاعتك ويزود من ضخ الدم في العروق. اخر حاجه بقى، في حاجات بيقولوا ان هي التحبيشه بتاعت المكملات لازم تكون موجوده او مش لازم تكون موجوده، بس الحاجات دي مهمه جدا برضه، زي الرويال جيلي اللي هو غذاء ملكات النحل، وزي الجينسينج، والاثنين دول بيمدوا الجسم بالطاقه بشكل كبير، وبيحسنوا من اداء الجسم في التمرين، وكمان بيحسنوا من الذاكره، وكمان بيؤدوا الى زياده الصحه الجنسيه. لو انت بتطمح للتطور فلازم تدخل مكملات غذائيه بجانب اكلك، ده لو في حاله ان اكلك مش كامل، يعني بينقصوا عناصر مهمه جدا في اليوم. الاكل ركن والمكملات ركن، فلازم تحافظ على الاثنين مع بعض، لان الاثنين بيكملوا بعض بشكل كامل. كان معاكم سامي هشام. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتتفرج على الحلقات اللي فاتت، تنزل تتابعنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. تابعنا وهتعرف كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الدايت والنيوتريشن.